السلام عليكم ورحمة الله. طلاب سنة أولى ثانوي، أخبار حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. ميعادنا النهاردة إن شاء الله مع ليسون 1 في منهج الكيمستري في أولى ثانوي. طبعا أنت طالع من تالتة إعدادي، في أمور كتير درستها في الساينس هنحتاجها وهنستعين بيها إن شاء الله في منهج سنة أولى ثانوي، وفي حاجات ملناش دعوة بيها مش هنقرب لها. يمكن سنة أولى ثانوي هي أول سنة أنت بتبدأ تدرس كل ساينس منفصل عن نفسه، فبالتالي يعني انت في سنه اولى وثانيه وثالثه اعدادي، انت لما جيت درست او حتى قبل كده كمان في ابتدائي، انت لما جيت درست الساينس كساينس، علوم مجمعه مع بعض باستثناء الماث درسته لوحده، انما الفيزيكس والكيمستري والبيولوجي والجيولوجي كل الحاجات دي انت درستها مجمعه في كتاب واحد كنا احنا بنسميه كتاب الساينس. طيب ايه يا مستر اللي هيختلف معايا في سنة أولى ثانوي؟ أولى ثانوي هيبدأ كل ساينس من دول يبقى لوحده في كتاب لوحده، ليه مدرس متخصص بيه لوحده. طيب السؤال الأهم، لما أنا أدرس كل الساينس دي لوحدها هل الكلام ده سهل ولا صعب؟ هو كساينس مش صعب، انما ممكن يكون طويل شويتين تلاتة. يعني المنهج بتاع الكيمستري في سنة أولى ثانوي انا بقول لك هو مش صعب، ولكن هو طويل شوية، محتاج انك تذاكر اول باول، محتاج انك تحل الهوم ورك معايا اول باول، محتاج ان انت ما تراكمش ولا تبدأ متأخر في المنهج. يعني ايه ما تراكمش؟ يعني ما يعديش عليك حصتين ثلاثة وانت ما اتفرجتش عليهم، ما يعديش عليك لو انت مثلا معايا في السنتر، ما يعديش عليك حصة وتقوم تغيبها لأي ظرف كان، لأن كل ليسون بيترتب على الليسون اللي قبل منه. فلو انت وقفت في مرة وجيت تبدأ تحس نفسك ان انت بقيت في حتة بعيدة شوية. فبالتالي نصيحتي اللي لازم تلتزم بيها في سنة أولى ثانوي، ما تراكمش دروس في المذاكرة، ما تراكمش دروس في انك ما تشوفهاش او ما تحضرهاش في السنتر، لازم تكون ملتزم اول باول. طيب انا كده فهمت اولى ثانوي ايه اللي فيها. انا دلوقتي يا دكتور لما اجي هدرس اولى ثانوي، هدرس الكيمستري في اولى ثانوي بس لوحدها، حضرتك انا بدرس ايه؟ انا اصلا مش فاهم يعني ايه كيمستري. وبالتالي في ليسون 1 النهارده هنتعلم شويه بيزكس وشويه اساسيات نفهم منها يعني ايه كيمستري، نفهم اهميه الكيمستري، نفهم شويه معلومات كتير قوي عن الكيمستري ممكن تكون انت مش عارفها، وممكن تكون في جزء انت برضو منها عارفها بسبب دراستك في الساينس. مش هنطول بقى في المقدمة، وتعالى نبدأ على طول وناخد ليكتشر 1 في الكيمستري منهج اولى ثانوي. يلا بينا. بص يا دكتور، احنا لما نيجي نتكلم على الكيمستري بصفة عامة ساينس كبير شويتين تلاتة، تقريبا هو اكبر ساينس هتدرسه في سنة اولى وثانيه وثالثه ثانوي من حيث الكميات او كمية المعلومات اللي انت هتاخدها. يعني ايه كيمستري اصلا؟ او بمعنى ادق بيقول لك وات از ذا امبورتنت اوف الكيمستري. هو انا هدرس الكيمستري ليه؟ بس قبل ما اقول لك وات از ذا امبورتنت اوف الكيمستري لازم اقول لك يعني ايه كيمستري. الكيمستري هو الساينس اللي بيستدي الاتوم والكيميكال سبستانس. يعني انا لما اجي اقول لحضرتك انا معايا ازازه ميه، الميه اللي جوه دي هتقول لي هي H2O صح؟ يبقى انا بص كده معايا، لما اجي اقول لحضرتك ان انا معايا الووتر H2O صح؟ مين اللي عرفني ان ازازه الميه فيها 2 هيدروجين اتوم وفيها اكسجين اتوم؟ هي الكيمستري. طب لما اجي اقول لك الملح اللي احنا بنرشه على الاكل، اجي اقول لك ان الملح فيه حاجه اسمها صوديوم كلورايد. ايه الصوديوم كلورايد ده يا دكتور؟ هتقول لي ده الملح. انه ملح؟ ده اللي انا بستخدمه في الاكل في البيت. طيب لما اجي اقول لك مثلا انا عندي، عارف الخل اللي بنحطه شويه منه على السلطه او بنغسل بيه الخضروات؟ يقول لك الخل اللي احنا بنسميه في الكيمستري الاسيتيك اسيد. هتيجي تقول لي الاسيتيك اسيد او الايثانويك اسيد، الاسمين صح. مين اللي عرفني ان الاسيتيك اسيد او الخل اللي انا بستخدمه في البيت ده الفورمولا بتاعته؟ هتقول لي الكيمستري. يبقى الكيمستري بصفه عامه هي بتدرس الكيميكال سبستانس اند الكومبوزيشنز بتاعتها والبروبرتيز بتاعتها. يعني اجي اقول لك مثلا الميه نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني لا هي اسيد ولا هي بيز. فبالتالي انا عرفت ان الووتر اسمها H2O، عرفت ان الووتر نيوترال يعني لا هي اسيد ولا هي بيز، اقدر ان انا اشربها براحتي جدا بكميات كبيره. وقدرت ان انا اعرف كل البروبرتي بتاعت الميه دي من خلال ساينس كبير اسمه مين؟ اسمه الكيمستري.
يبقى يعني ايه كيمستري في البدايه اصلا يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر ان الكيمستري هو عباره عن الساينس اللي بيعرفني الكيميكال كومبوننت، المركبات الكيميائيه اللي قدام مني اللي انا بتعامل معاها كتير جدا، زي الاكل، زي الشرب، زي حتى كمان اللبس اللي انت بتستخدمه، هو ده كيميكال ماتيريالز. فبنقدر نعرف الكيميكال كومبوننت بتاعت السبستنس، نقدر نعرف الكومبوزيشنز بتاعتها، مكوناتها، هي بتتكون من ايه، اللبس ده بيتكون من ايه، الكالر اللي هو الدايز، الالوان دي بتتكون من ايه، ونقدر كمان ان احنا نعرف البروبرتي بتاعتها. بروبرتي يعني الخواص بتاعتها. انا مثلا لما اجي اقول لك ان الاسيتيك اسيد ده اسيد ده يعني والله لما تيجي تتعامل معاه تعامل معاه بحذر، ما تاكلش منه كتير عشان ما يعملكش حموضه، او مثلا ما يجيش على المناطق الحساسه في عينك، في وشك، زي عينك، زي شفايفك، ممكن يعمل لها التهابات. يبقى بالتالي انا لما بدرس الكومبوزيشن وادرس البروبرتي انا بعرف الماده اللي قدام مني دي مين هي، وبعرف كمان اتعامل معاها ازاي. يبقى هو ده يعني ايه كيمستري. طب بسرعه كده انا عايز افهم ايه هي الامبورتنت بتاعت الكيمستري. تعالى واحده واحده كده نشوف الامبورتنت بتاعت الكيمستري. اول امبورتنت للكيمستري بيقول لك ايه هي؟ understanding and controlling the chemical reaction. انا عندي chemical reaction يا مستر على سبيل المثال زي مين؟ لما اجي اقول لحضرتك صوديوم بلس كلورين سي ال 2، ايه يا مستر اللي بيحصل؟ بيطلع لي 2 من الصوديوم كلورايد، ده السولت اللي احنا بناكله، ده الملح اللي احنا بناكله. تقول لي خلاص انا عارف الرياكشن ده. طيب انا عشان اخلق الملح مش لازم افهم الاول يعني ايه صوديوم ويعني ايه كلورين؟ هتقول لي مظبوط. مش لازم افهم الاول اللي حصل ده، مش ده بنسميه كيميكال رياكشن؟ هتقول لي صح. الكيميكال رياكشن ده انا لازم افهم هو حصل ازاي وحصل ليه. خد بالك من ازاي، يعني كيفيه البروسيسنج بتاعه، ليه، ايه الاسباب اللي خلت الرياكشن ده يتم، وايه الاسباب اللي ممكن توقف الرياكشن ده. فبيقول لك understanding and controlling the chemical reaction. طب انا يا مستر لما هستفيد ايه من ان انا اكنترول الكيميكال رياكشن؟ هقول لك ان انت تقدر تكنترول. لو انا مثلا معايا سبستنس A قدرت احوله بكيميكال بروسيس ما، احوله لكومباوند بي، بس الكومباوند بي ده مفيد جدا بالنسبه لي وانا عايز استخدمه، بس لقيت فيه مشكله في كومباوند بي ان هو رابيدلي converted into C. يعني ايه؟ انا معايا سبستنت اسمه ايه، عايز احوله لبي. ليه؟ عشان بي ده مفيد بالنسبه لي، وليكن مثلا دواء، انا مثلا بصنع دواء لمرضى الضغط مثلا زي كونكور 5 مثلا، انا حولت الاي لبي، الدواء ده او الحاجه دي بالنسبه لي مفيده مهمه، بس اكتشفت ان من ضمن البروبرتي بتاعه الكومباوند بي انه بسرعه جدا بيتحول لكومباوند سي، وكومباوند سي ده ضار انا مش عايزه. فانا لازم افهم ايه السبب اللي حصل خلى بي يتحول الى سي عشان اوقفه. يبقى فهمت يعني كلمه controlling the reaction؟ لان انت ممكن الرياكشن يتم بدل ما ينتج لك حاجه يوسفول، حاجه مفيده، لا هو ممكن ينتج لك حاجه مضره. فبالتالي انا لازم في الاصل يا دكتور افهم الكيميكال رياكشن بتتم ازاي عشان اقدر اكنترول، عشان اقدر اطلع بس الحاجه اللي انا هستفيد بيها. يبقى النقطة الأولى بيقول لك understanding and controlling the chemical reaction عشان أقدر أطلع البنفيتس، أو أقدر أطلع الحاجات البنفيت بالنسبة لي المفيدة جدا بالنسبة لي. النقطة اللي بعد كده بيقول لك إيه تاني أهمية للكيمستري يا دكتور؟ بيقول لك obtaining، ماشي، تخلق، تحضر، تعمل preparing ل new product with new benefit. يعني انا مثلا عايز احضر حاجه كومباوند جديد. ايه الغرض من ان انا بعمل كيميكال رياكشن اصلا يا مستر؟ ان انا اخلق حاجه جديده. طب الحاجه الجديده اللي احنا حضرناها دي انا هستفيد منها ايه؟ ما اكيد لازم يكون عندها نيو بروبرتي، خاصيه جديده هي بتعملها مفيش حد عملها قبل كده، صح؟ اتفقنا؟ يبقى بالتالي انا لازم اخلق كيميكال سبستنس يكون عنده بنفيتس جديده، عنده فيتشرز جديده، عنده خاصيه جديده اقدر استفيد بيها في حاجه. زي مثلا لو جينا مثلا رجعنا من 100 سنه لورا ما كانش في حاجه اسمها الانسولين بتاع مرضى السكر. فالراجل اللي حضر الانسولين او اللي قدر يفهم تحضير الانسولين في اللاب قدر يعالج مرض زي مرض السكر.
يبقى الكومباوند الجديد وقتها كان اسمه انسولين. ايه اللي حصل؟ ده عنده نيو بنفيتس، عنده خاصيه جديده عظيمه جدا. ايه هي؟ انه بيعمل دايجنوزز للشوجر اللي موجود عندك في الدم، وبالتالي بيحلل السكر اللي في جسمك فما بيخلوش يتراكم، ما بيجيلكش وقتها مضاعفات مرض السكر. يبقى فهمت الفكره؟ يبقى تاني اهميه، ودي اهم واحده فيهم كلهم، بيقول لك obtaining new product with new benefits. ماشي، بستخدمها في مجالات كتيره. مجالات كتيره بقى زي ايه يا دكتور؟ زي الادويه، بصنع ادويه زي الانسولين كده، زي ما لسه احكي لك. فيرتيلايزرز، يعني ايه؟ يعني اسمده زراعيه. زمان كنا بنقدر نزرع او في بعض الزراعات بتتم في الصيف وزراعات بتتم في الشتاء. دلوقتي احنا عندنا صوب وعندنا اسمده زراعيه، بنقدر نزرع اي حاجه في اي وقت. طب ده حصل بسبب ايه؟ بسبب البرودكت الجديد اللي هو الفيرتيلايزرز، اللي احنا قدرنا ان احنا نخلقها، وبناء عليه قدرنا ان احنا نستخدم او نستغل البنفيتس الجديده اللي هي جابتها لي. طيب حلو قوي يا دكتور. تالت نقطه يا مستر، هو انا ايه اهميه الكيمستري؟ بيقول لك treating some environmental problem. treating يعني ايه؟ اصلح، اعالج، افكسنج، اظبط الدنيا. نعالج مين؟ some environmental problem، يعني مشاكل موجوده عندك في البيئه. زي مين مثلا؟ زي البوليوشن، التلوث. بيقول لك ان البوليوشن او التلوث زي مثلا اللي موجود في العربيات. العربيات بتطلع جازز من اللي هو بنسميه الكاتاليتيك كونفرتر، او اللي احنا بنقول عليه بالعربي الشكمان. الشكمان اللي بيطلع ده، مش ده بيطلع جازز مضره؟ هتقول لي اه. طيب ما هو الجازز المضره دي لو العربيات فضلت تمشي كتير في الشارع كلنا نتخنق ونموت. ايه المشكله؟ طب نعالجها ازاي؟ نصلح او نطور من الكاتاليتيك كونفرتر اللي هو الشكمان بتاع العربيه، اللي اي حد بيفهم في العربيات بيسموها الميكانيكيه بيقول لك عليها علبه البيئه. يعني ايه علبه البيئه؟ العلبه اللي بتحول الانسيف الجازز المضره اللي بتطلع من الموتور، بتحولها الى سيف جازز امنه علشان ما تضرش البيئه اللي موجوده عندك. فهمت الفكره؟ يبقى بيقول لك treating some environmental problem، اقدر ان انا اوقف المشاكل دي او ان انا اعالجها. طب يا دكتور في عربيات تانية انا مش عارف اعالجها ومش عارف اصلحها، عربيات القديمه المتهالكه اللي الناس مش راضيه ان هي تتخلص منها، نعمل ايه؟ قال لك خلاص نقدر نزرع شجر. الشجر ده بيسحب كل الكربون دايوكسيد ويحوله لك الى اكسجين. يبقى نقدر ان احنا نعالج. في دلوقتي بعض المكن اللي هو بيقدر يعمل فلتر للاير، زي اللي موجود عندك في التكييف. شوف كده التكييف اللي عندك هتلاقي مكتوب عليه فلتر. في فلتر بينظف الجو تلقائيا اللي موجود جوه الغرفه اللي انت بتبقى قاعد فيها، بيتخلص من الكربون دايوكسيد. يبقى ثالث اهميه هي treating some environmental problem يا دكتور زي البوليوشن. طيب يا مستر كتر خيرك، رابع واحده واخر واحده في المنهج، انما في حاجات كتير فاحنا بناخد بس كام اكزامبل مش اكتر. بيقول لك ايه بقى؟ ايه اهميه الكيمستري اللي انا بدات بيها الحصه؟ اللي بيقول لك ايه؟ studying the atom، تدرس الاتوم and the molecular structure، وتدرس شكل الاتوم وشكل الكومباوند. يعني الميه شكلها عامل ازاي؟ تقول H2O. الملح السولت اللي انت بتاكله اسمه ايه؟ NaCl. الخل اللي هو الاسيد اللي احنا بنحطه على الاكل اسمه ايه؟ CH3COOH. يبقى انا قدرت ادرس الاتوم وادرس ايه حضرتك؟ الموليكولار ستراكشر، يعني الشكل بتاع الموليكول، الشكل بتاع الكومباوند كله على بعضه. ليه؟ عشان نقدر ان احنا نعرف البروبرتي بتاعته ونقدر نعمل كنترولينج عليه ونقدر نعمل كل حاجه. فهمت الفكره؟ يبقى الامبورتنت بتاعت الكيمستري هما الفور بوينت دول بس بالنسبه لنا في المنهج. يعني كلير؟ تمام كده الدنيا؟ طيب تعال نخش على النقطه اللي بعديها. حضرتك قلت لي من الاول في البدايه كده، سيبك من اللي مكتوب ورايا، بص ركز كده معايا. حضرتك قلت لي مستر انا درست في الساينس يعني في اولى وثانيه وثالثه اعدادي، وكمان في الابتدائي من اول رابعه ابتدائي. حضرتك قلت لي ان احنا درسنا حاجه اسمها الساينس. الساينس ده يا مستر كان اكتر من ساينس مع بعض، زي الكيمستري والفيزيكس والبيولوجي والجيولوجي وحاجات تانية كتير مش فاكر مين. الساينس دي حضرتك قلت لي بعد كده انا هطلع ثانوي هدرس كل واحد لوحده، مظبوط؟ اقول لك مظبوط. تعالى بقى اوري حضرتك الكيمستري. انا قلت لك في الاول اهم واحده فيهم، او مش اهم واحده فيهم بس اكبر واحده فيهم، صح؟ فاكر الكلمه دي؟ قلت لك في الاول، قلت لك ان الكيمستري اكبر ساينس انت بتدرسه. عارف ليه؟
مش عشان انا مدرس كيمستري وعايز افخم من الكيمياء، لا لا بالعكس، هي المساله ان الكيمستري هو اكتر ساينس طالع منه برانشز. يعني ايه؟ يعني الفيزيكس ماشي والبيولوجي ما لهمش علاقه ببعض، انما كيمستري وبيولوجي ليهم علاقه ببعض، وده اللي هنعرفه بعد شويه. الكيمستري والفيزيكس ليهم علاقه ببعض، الكيمستري والجيولوجي ليهم علاقه ببعض، الكيمستري والنيوكلير رياكشن او النيوكلير بوم لو القنابل النوويه، لو في حد فيكم اتفرج على فيلم اوبنهايمر، ليهم علاقه ببعض. يبقى في اسباب كتير وفي حاجات كتير قوي 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 الكيمستري متشعبه ومتدخله فيها. يبقى اللي بيخلي الكيمستري ساينس كبير في كميه المعلومات اللي فيه هو ان هو متشعب في اكتر من علم. تعال اوريك كده، بص العنوان بيقول لك ايه؟ واي ليه الكيمستري كولد ذا سنترال ساينس، يعني ليه الكيمياء انا بسميها سنترال ساينس، يعني علم مركزي. مركزي يعني موجود كده في النص وطالع منه حاجات تانية كتير. تعال اقول لك ليه. لان الكيمستري، بص حضرتك لك انا عامل لك ايه في الانفوجراف ده، بقول لك ان الكيمستري موجوده هنا في النص اهي، بيطلع منها ساينس كتيره جدا جدا جدا. ازاي يا مستر؟ تعال اقول لحضرتك. الكيمستري مرتبطه جدا بالبيولوجي، وهنمسك بعد شويه واحده واحده يعني ايه كيمياء مع بيولوجي. انا عمري ما سمعت الكلام ده، انا هعلمه لك النهارده. هتقول لي انا درست البيولوجي لوحدها ودرست الكيمستري لوحدها، هل في يا دكتور ساينس تالت اسمه بايو كيمستري؟ خدت بالك انا قلتها ازاي؟ قلت كلمه بايو، خدت اول 3 حروف من ده وحطيت كلمه كيمستري كلها. يبقى حضرتك قلت لي ايه يا مستر؟ قلت لي بايو كيمستري. يبقى يعني ايه كلمه بايو كيمستري؟ يبقى هو الساينس اللي بيربط ما بين تو ساينس، بيولوجي اند كيمستري. طيب ده فيزيكس ودي كيمستري، يبقى باخد حاجه اسمها فيزيكال كيمستري، ده ساينس تاني. هتقولي ايه ده، هو في حاجه اسمها فيزيكال كيمستري؟ وهنعرف دلوقتي بعد شويه ايه تفاصيله واستخداماته واكزامبلز عليه، وهفهمك كل الدنيا دي كلها. وانت كمان هتساعدني في انك تكتب لي بحث في كل حصه. احنا بنحاول ايه، تكتب لي بيبر، ورقه واحده بس، تقول لي ترد لي على كام سؤال كده من اهم الاسئله اللي انا هسالها النهارده. اديني اكزامبل على الساينس دي مش من الاكزامبل اللي انا قلتها، عشان تشغل مخك معايا. يبقى من ضمن الواجب اللي انا هطلبه منك انك تعمل لي زي بحث صغير كده، تعمل لي ملخص وتبعته لي على البرايفت على الواتساب، بحيث ان انا اشوف انت فهمت ما فهمتش، دماغك مني راحت فين. طيب كمل كده معايا. فيزيكال كيمستري موجود يا مستر؟ موجود كتير جدا وهناخد اكزامبل عليه. بص، نيوكلير ساينس اللي هو القنابل النوويه بقى او الطاقه النوويه بصفه عامه، نيوكلير انرجي، اكيد سمعت عنها، ولو ما سمعتش عنها تقدر تتفرج على فيلم اوبنهايمر اللي معمول من فتره قريبه. ده فيلم لطيف، هو طويل شويه بس فيلم حلو، يعني ممكن يكون كويس بالنسبه لك لو انت بتحب الساينس. ما بتحبش الساينس ما تخشش عليه، ما تتفرجش عليه. الكيمستري علاقه بالنيوكلير ساينس؟ طبعا. هي اصلا النيوكلير دي عباره عن ايه؟ كلمه نيوكلير دي يعني نيوكليس، نيوكليس دي جاي من اتوم. طب ما هو الكيمستري اصلا هي الاتوم، يبقى اكيد ده جاي من ده، صح؟ بص بقى هنا، جيولوجي. يعني ايه اصلا يا مستر جيولوجي؟ جيولوجي يعني طبقات الارض. الارض بتتكون من كام طبقه؟ كل طبقه فيها ايه الكومبوننت، ايه المكونات اللي فيها، استخداماتهم ايه، اقدر اوصل لهم ازاي. يبقى هتقول لي الارض فيها طبقات، كل طبقه من دي فيها كيميكال سبستانس غير الثانيه، يبقى انا قلت ايه فيها؟ ايه فيها؟ كيميكال سبستانس. يبقى تقول لي ان الكيمستري دي مرتبطه جدا 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 بالجيولوجي، صح؟ طب بنسميها ايه؟ بنسميها الجيو كيمستري. بص قلت ايه؟ جيو او الثلاث حروف زي كلمه بايو، جيو كيمستري. وبعد كده الانفايرومنتال، انا لسه هحكي لك عليها، ان انا عايز اشوف الجو بتاعي ده مناسب ولا لا، فاهم قصدي؟ طب عايز انقي الهواء، طب عايز ازرع شجر. هو انا بزرع شجر ليه؟ هو ايه اهميه الشجر؟ الشجر ده بيسحب كل الكربون دايوكسيد اللي موجود في الاير. وعلى فكره الشجر ده من اعظم الحاجات اللي لازم تكون منتشره. لما تلاقي حد بيهد يعني بيقطع شجره ولا كده، انت المفروض ان انت الشجره دي تبقى عارف اهميتها. الشجره اللي اتقطعت دي لازم يتزرع واحده تانية مكانها. ليه؟ لان الشجره دي هي اللي بتسحب كل الكربون دايوكسيد وبيتحوله لك، بتدولك اكسجين. فاهم الفكره؟ طيب بعد كده الفضاء. هل الفضاء ليه علاقه بالكيمستري؟ طبعا. هو الفضاء ده عباره عن ايه؟ مش كواكب ونجوم؟ هو الكوكب ده عباره عن ايه؟ مش ارض؟ والارض دي عباره عن ايه؟ جيولوجي، صح؟
يبقى الفضاء برضو ليه علاقه بالكيمستري. يبقى شفت بقى الكيمستري ليه هو اكبر ساينس فيهم كلهم. يعني انت ما تلاقيش الفيزيكس مرتبط بالبيولوجي، ما تلاقيش ده، انما تلاقي ده مرتبط بده وده بده وده بده. بص، فده بيكبر جدا بقى بالنسبه لنا. يبقى عرفنا يعني ايه كلمه ليه الكيمستري از سنترال ساينس. بيقول لك ان الكيمستري اقرا كده معايا از سنترال ساينس because بسبب الكونسبت ار at the core of other science. يعني هي الكور of other science، هي النواه بتاعت بقيه العلوم. فهمت الفكره كده؟ طيب يا مستر حضرتك انا فهمت الجزئيه دي، تعالى بقى اوريك بعد كده. لو انا خدت ده مع ده قلت لك اسمها بايو كيمستري، صح؟ مستر البايو كيمستري دي ايه اكزامبل بتاعها؟ ايه الديفينيشن بتاعها؟ والديفينيشن هنا مش للحفظ، الديفينيشن هنا للفهم. لما اقول لك بايو كيمستري تقول لي ده معناه ان الكيميكال رياكشن اللي بتحصل جوه جسم الانسان زي الدايجنوزز، زي عمليه الهضم بصفه عامه، صح؟ تعالى كده دايجنوزز ايه؟ سوري، ايه اللي انا بقوله ده؟ زي عمليه الهضم بصفه عامه. تعالى كده نشوف مع بعضينا. اول حاجه الكيمستري اند البيولوجي. الكيمستري والبيولوجي مع بعض احنا بنسميهم ايه يا دكتور؟ بص، بايو كيمستري. كلمه بايو جايه من كلمه بيولوجي، والكيمستري هي نازله زي ما هي. البايو كيمستري عباره عن ايه؟ البايو كيمستري بيقول لك دي عباره عن هو الساينس which interested in studying، هو اللي بيدرس او بيفهم the chemical composition، يعني المكونات الكيميائيه بتاعت الكومبوننت اللي موجوده في السيلز اللي موجوده في جسمك، صح؟ شربت ميه، الميه دي راحت فين؟ جزء منها جسمك استفاد بيه، وجزء منها جسمك خرجه تاني. طب اللي خرج ده الميه داخله لونها ابيض، داخله جسمك لونها ابيض، لما جت تخرج من جسمك في عمليه الاخراج خرجت ازاي؟ خرجت لونها اصفر. الصفار ده بتاع ايه يا مستر؟ ده سولت، دي الاملاح اللي كانت موجوده في جسمي. الميه قدرت تساعدني على ان انا اتخلص من الاملاح السامه اللي موجوده في جسمي. يبقى معنى كده في كيميكال جوه مني؟ طبعا. طب معنى كده في كيميكال رياكشن بتحصل جوه مني؟ طبعا اكيد في كيميكال رياكشن بتحصل جوه مني. فالبايو كيمستري هو الساينس اللي بيدرس الكيميكال كومبوزيشن والكيميكال رياكشن اللي بتحصل فين يا دكتور؟ بتحصل جوه جسمك. فور اكزامبل، على سبيل المثال، من ضمن الحاجات اللي بندرسها في البايو كيمستري هي البروتين. لما تروح جيم، لو انت ولد او بنت يعني بتروح جيم، يقول لك كل بروتين، مش عارف ظبط. يعني ايه اصلا بروتين؟ وانا ايه كلمه تصنيف البروتين دي عباره عن ايه؟ ما البروتين ده عباره عن كيميكال سبستانس ليها بعض البيولوجيكال ميثودز، او يعني بتقوم بادوار ليها علاقه بجسمك، بتنمي جسمك، بتزود مثلا من البروتين اللي موجوده جوه جسمك، من العضلات، من المسلز، من اي حاجه تانية. يبقى اللي حصل ده حصل بسبب ايه؟ اكل، هضم. والهضم ده عباره عن ايه؟ مساله الهضم كلها كيميكال رياكشن بيحصل. يبقى دي البروتين. الفاتس والاويلز اللي موجوده في جسمك واللي انت بتاكلها، ما هي الا عباره عن كيميكال سبستانس. هو الاويلز دي بتيجي منين؟ مش بتيجي من النبات؟ زي مثلا زيت الزيتون، بتجيب الزيتونه تعصرها يطلع زيت. هو الزيتون ده عباره عن ايه؟ نبات. والزيت ده عباره عن ايه؟ ماده مستخرجه من النبات. تيجي تبص جوه الزيت تلاقي الاويل ده كيميكال سبستانس. يبقى انت بتاكل كيميكال وبتستفيد بالكيميكال وبيطلع منك كيميكال. يبقى معنى كده ادي البايو كيمستري. مين كمان تاني؟ الكارب، او ايه كمان تاني؟ الكربوهيدرات، النشويات اللي موجوده جوه جسمك. اخر حاجه واهم حاجه بقى في البيولوجي هو الدي ان ايه. الدي ان ايه ده بيبقى فيه حاجه اسمها نيوكليك اسيد، وكلمه اسيد دي احنا عارفين ان هي كلمه كيميائيه. يبقى بالتالي الدي ان ايه، بص لو انت قادر تبص هنا هتلاقي فيه ستراكشر، كيميكال ستراكشر. طبعا دي حاجه ادفانسد هتاخدها ان شاء الله لو دخلت جامعه، بس انا بوريك ان الدي ان ايه مش عباره عن شريط وفيه شويه ارقام وخلاص، لا ده في كمان هو اصلا بيتكون من كيميكال سبستانس اهي. وكل ما الكيميكال سبستانس دي تتغير او يحصل فيها اي اختلاف، الجنين اللي بيتولد بدي ان ايه مختلف بيطلع ايه؟ مشوه، صح؟ واكيد انت درستها في الساينس. يبقى بالتالي ايه اللي حصل؟ حصل اختلاف في الكيميكال كومبوزيشن اوف الدي ان ايه، ادى الى اختلاف في البروبرتي او اختلاف في الخواص بتاعه المولود الجديد اللي جه. فاهم قصدي؟ وبالتالي يبقى انا كده فهمت يعني ايه كلمه البايو
كيمستري وادي اكزامبل عليها. عايزك بقى من ضمن البحث تديني حاجه في البايو كيمستري مش من دول. في كام واحده كده انا سايبهم ما رضيتش ان انا اتكلم عليهم. دور اعمل سيرش على النت، ابعت لي قول لي يا دكتور انا لقيت البايو كيمستري اكزامبل عليها كذا، هل ده صح ولا غلط؟ لو صح هقول لك صح، لو غلط هقول لك هو غلط وغلط ليه. فهمت البوينت؟ خش على اللي بعديه. كيمستري اند فيزيكس. طيب انا كده خلصت الكيمستري والبيولوجي. الكيمستري والفيزيكس هو بنسميها ايه بقى؟ فيزيكال كيمستري ساينس. الفيزيكال كيمستري هو which interested in studying the properties and the structure of matter. صح؟ يعني انا مثلا عربيه بتمشي بسرعه، السبيد والفيلوسيتي دول بتوع عباره عن ايه؟ فيزيكس. هو مين اللي بيدي العربيه الباور ان هي تمشي؟ البنزين. والبنزين ده عباره عن ايه؟ عن كائنات حيه كانت عايشه زمان وماتت وطلع بترول، والبترول ده نضفناه وبقى بنزين. يبقى معنى كده البنزين ده كيميكال سبستانس. هو اللي بيدي الانرجي والباور للعربيه. يبقى بالتالي في علاقه ما بين الكيمستري وما بين الفيزيكس في حته السبيد. طبعا اكيد فيه، مظبوط. على سبيل المثال بعيدا عن الكيمستري او بعيدا عن الاكزامبل ده، لو انت مش واكل هل تقدر تجري؟ هو مش الجري ده فيزيكال يعني فيزيكال ستادي او فيزيكال بروسيس، حركه فيزيائيه، صح كده؟ انت بتجري بتتحرك. طيب انت مش واكل تقدر تجري؟ لا. طب هو الاكل ده عباره عن ايه؟ كيميكالز. يبقى في علاقه ما بين الكيميكالز اللي انت بتاكلها او الكيميكالز اللي انت بتستخدمها وما بين الانرجي، والانرجي يعني فيزيكس. يبقى كلمه الفيزيكال انرجي هي بتبقى الفيزيكال كيمستري هي عباره عن الساينس اللي بيدرس الفيزيكس والكيمستري مع بعض. طب الكيمستري بتديني ايه؟ الكيمستري بتديك انرجي. طب الفيزيكس بتديك ايه؟ الفيزيكس بتديك اندرستاندينج للبيهيفير بتاع الحاجه. ليه حاجه بتجري بسرعه؟ ليه لما اسيب حاجه بتقع؟ وليه لما اسيب حاجتين مختلفتين في الوزن اللي وزنها تقيل بيقع الاسرع؟ انا عارف ان النظريه دي اختلفت بعد كده، بس ايا كان احنا بنشوف بس الفكره العامه، مش هخش في تفاصيل الفيزيكس يعني. يبقى بنقول من ضمن الحاجات اللي انا بعملها هو الماس، صح؟ وزن الحاجه. الفيزيكس مهتم جدا بدراسه الماس، والماس ده عباره عن عدد اتوم كتير. يعني مثلا لما اجي اقول لحضرتك القلم ده والبريزنتر ده اللي هو الريموت بتاع الشاشه ده، مين فيهم اتقل؟ بالنسبه لي انا حاسس بيهم القلم اتقل. ليه؟ لان القلم سوليد ومعمول من معدن بص تقيل قوي، فده وزنه اتقل من ده برغم ان ده شكله اكبر. بس ليه يا مستر ده وزنه اكتر؟ لان عدد الاتوم هنا اكتر. طب ليه يا مستر ده وزنه اخف؟ لان عدد الاتوم هنا اخف. فهمت الحته دي؟ يبقى بيقول لك بندرس الماس وكمان بندرس الاتوم. هتقولي معلش بقى لحظه واحده، طب انا فهمت دي وفهمت دي، ايه علاقه الاتوم بالفيزيكس؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا. تعالى يا ريس، حاجه انت عارفها في الفيزيكس. لما اجي اقول لحضرتك انا عندي واير، صح؟ واير عادي، خدت كروس سكشن من واير ودخلت في الواير من الناحيه دي كارنت امبير، فيزيكس اهو، صح؟ وجيت حضرتك قمت حاطط صباعك الناحيه الثانيه، تتكهرب ولا ما تتكهربش؟ يعني ايه؟ حضرتك جايب سلك موصله بكرنت، باي تيار كهربي من فيشه بقى، بس طبعا اوعى تعمل الكلام ده في الحقيقه عشان ما تموتش. فيشه، اي حاجه. الكهرباء مستر دي انا حاسس بوجودها. طالما انا حسيت بوجودها يبقى في حاجه اتنقلت، خد بالك كده، حاجه اتنقلت من هنا لهنا. هتقول لي ده انا خدتها في الساينس ان دي كان اسمها مين؟ كان اسمها الالكتريسيتي. طب يا مستر الالكتريسيتي دي بتبقى عباره عن ايه؟ لو تعرف تقول قبل ما اكتب يبقى انت جدع قوي. الالكتريسيتي عباره عن ايه؟ الالكتريسيتي عباره عن موفينج او الموفمنت اوف فري ايه؟ فري الكترونز. الكهرباء ما هي الا الكترونز، وهي الالكترون دي بتيجي منين حضرتك؟ مش بتيجي من الاتوم؟ مش انت عارف ان الاتوم فيها نيوكليوس وبيجري حوالين منها الكترون؟ يبقى الفيزيكس ليها علاقه بالالكترونز عشان الالكتريستي،
والالكترون ما هي الا كيمياء. فهمت الفكره؟ يبقى دي الكيمياء ليها علاقه بالفيزيكس. فهمت دول؟ تمام. في اكزامبل كمان برضو، اكتر من اكزامبل كمان انا مش كاتبه، حاول انت تدور في مسموح لك تدور طبعا على النت، قول لي ايه الفيزيكس والكيمستري ايه عليهم اكزامبل تاني. خد وقتك وابقى ابعت لي، هتبعتهم لي طبعا كلهم مره واحده كبي دي اف كده، اكون شاكر ليك جدا يعني. بعد كده الكيمستري والميديسينز اند الفارماكولوجي. بص بقى يا باشا، صل على النبي، في فرق كبير ما بين كلمه البيولوجي والفارماكولوجي، عشان في ناس بتربط ان الاتنين ببعض. لما اجي اقول لك عندي ادويه، ده ساينس اسمه ايه؟ اسمه فارماكولوجي، اللي احنا بنقول عليه بالعربي علم الصيدله. حلو. علم الصيدله اللي هو الساينس اللي بيعلمك فيه المانيفاكتشر، ازاي تصنع ادويه. لو في حد فيكم ولي امره او اخوه الكبير او اخته الكبيره شغال في صيدله او خريج كليه صيدله، هيقدر يفهمك حته الفارماكولوجي دي كويس جدا. كلمه الفارماكولوجي هم بيدرسوا فيها الكيميكال رياكشن اللي بينتج منها في الاخر كيميكال سبستنس اقدر اخده كعلاج. يبقى بيقول لك ان الكيمستري والميديسنز يعني الادويه عند الفارماكولوجي. بص كده بيقول لك ايه؟ ان الميديسنز دي ايه علاقتها؟ are a chemical compound that have property ليها علاقه بالثيرابي اللي هو مساله العلاج. يبقى انا خلقت كيميكال سبستنس، الكيميكال سبستنس اللي خرج ده بيقدر يعالج حاجه معينه زي الانسولين، وحكيت لك انا قصه الانسولين اللي كانت من 100 سنه. يبقى بالتالي الادويه الميديسنز دي مفيده؟ طبعا مفيده. طب يا مستر الميديسنز دي عباره عن ايه؟ كلها 100% كيميكال كومبوننت، سواء كانت مصنعه في المصنع او جايبينها من حاجات طبيعيه. زي مين مثلا؟ على سبيل المثال هتلاقي اكزامبل عندك في كتاب المدرسه، بس طبعا انت مش هتستلم كتاب المدرسه، اللي هو دواء الكحه بتاع ورق الجوافه. حتى يبقى اسال بابا او ماما عليها، او اسال اي حد عندك في البيت، قول له هو في دواء بيستخدم للكحه من ورق الجوافه؟ اقول لك اه. ورق الجوافه ده بيبقى عباره عن ايه؟ شجره الجوافه اللي انت عارفها. بدل ما تاخد الجوافه خد الورق، خده طلع منه كيميكال سبستنس. كيميكال سبستنس ده بتديه للطفل الصغير اللي عمره اقل من 10 سنين، بيعمل فيه ايه؟ لو عنده كحه بيهديله الكحه. يبقى معنى كده ان الادويه ممكن يكون لها شقين، ادويه مصنعه في المعمل 100%، وادويه ذات اورجانيك سورس. يعني ايه اورجانيك سورس؟ يعني جايه من حاجات اوريدي كانت طبيعيه. فهمت البوينت دي؟ طيب بعد كده الكيمستري اند الاجريكلتشر، ودي حاجه بقى مشهوره جدا. كيمستري اند اجريكلتشر، قلت لك ان من زمان كانت في بعض الزراعات موجوده في الصيف وبعض الزراعات موجوده في الشتاء. لو انت في الشتاء مش هتعرف تجيب ده، ولو انت في الصيف مش هتعرف تجيب التاني. لحد ما وصلنا لفكره الصوبه الزراعيه. اكيد انت تعرف يعني ايه الصوبه الزراعيه، لو ما تعرفش هقول لك الصوبه الزراعيه. الصوبه الزراعيه دي بتبقى عباره عن بيت متغطي بمشمع. حلو. بتعمل انت بيئه منعزله عن البيئه اللي جوه. يعني لو الدنيا بره حر تبقى الدنيا جوه الصوبه دي ايه؟ برد. لو الدنيا بره برد تخلي الصوبه جوه منها ايه؟ حر. حلو. زائد ان انت بترمي اسمده في الارض، اسمده اللي هي فيرتلايزرز، بتعمل ايه؟ بتقدر تنمي وتحسن من فكره الكروبس، الزراعات، او اللي هو الكروبس اللي هي الثمار، الفاكهه اللي انت بتاكلها. فبالتالي واحد من اهم الساينس اللي ليها علاقه بالكيمستري هي الاجريكلتشر. هو انت تقدر تعيش من غير ما تاكل؟ لا. الاكل بيجي لحضرتك ازاي؟ تعال احكي لك. الكيمستري اند الاجريكلتشر بيقول لك ان الكيمستري هيلبس ان اجريكلتشر ثروز، من خلال ايه؟ اول حاجه المانيفاكتشر، تصنيع الفيرتلايزرز. الفيرتلايزرز دي عباره عن ايه؟ عباره عن، تعال اقول لحضرتك كده، ادي الارض. حلو. فيها سلفر، فيها كالسيوم، فيها نيتروجين، دي السويل الموجوده عندك، فيها فوسفورس، فيها بوتاسيوم، فيها مغنيسيوم. لو واحد من دول مش موجود الارض تزرع؟ لا. طب لو واحد من الاليمنتس دي موجود بس موجود بنسبه كبيره قوي، الارض تزرع؟ برضو لا. يبقى تعالى كده اقول لك حاجه، يبقى الكوانتيتيز دي، كميات الحاجات دي كلها لازم تكون موجوده بارقام معينه. ماشي. طب الارقام المعينه دي لو مثلا لقيت البوتاسيوم قليل بعمل ايه؟ بدي فيرتلايزر فيه بوتاسيوم.
عشان ازود البوتاسيوم. طيب نسبه الفوسفورس هنا زياده قوي وعايز اصلح الارض، فاعمل ايه؟ فدي فيرتلايزرز يعمل ايه؟ يعمل رياكشن مع الفوسفورس فيضيعه. فهمت الحته دي؟ يبقى لو انا عندي حاجه ناقصه بزودها، طب لو عندي حاجه زياده بحط لها حاجه تنقصها عن طريق ان هي تتفاعل معاها. تمام كده؟ يبقى اشهر تو اكزامبل الفيرتلايزرز وتحديد الاليمنت. طب معلش يا مستر سؤال بقى، حضرتك قلت لي يعني انا اجي على الارض امسك اي نوع فيرتلايزرز وارميه في الارض؟ غلط، تبوظ منك الارض. انت لازم الاول تعرف المكونات اللي عندك هنا عشان تعرف السيوتبل فيرتلايزرز، عشان تعرف السماد المناسب ليك. هتقول لي طب وانا بقى بعرف انواع الاليمنت دي منين؟ من الاناليسز، من التحليل. بناخد عينه من التربه جوه تيست تيوب ونوديها لراجل كيميائي بيعمل ايه؟ بياخد كل ارض من دي ويقعد يحلل، يبص في الميكروسكوب، وكمان بيعمل شويه كيميكال اناليسز بعيدا عن الميكروسكوب. هتاخدها ان شاء الله في سنه ثالثه ثانوي لو دخلت علم يعني. ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ بيقول لك ان السويل دي فيها بوتاسيوم زياده، حط حاجه يا عم تقلل البوتاسيوم. السويل دي ما فيهاش فوسفورس، حط له يا عم حاجه فيها فوسفورس. الارض دي زي الفل جميله، كل الاليمنت اللي فيها موجوده بنفس البرسنتج الطبيعيه، خلاص يا باشا ازرع فيه على طول. صح؟ يبقى احنا في الكيمستري اند الاجريكلتشر بنستخدم اولا بنعمل اناليسيز للسويل. بص رتب كده معايا، ها؟ بص يا باشا تعالى نرتبهم كده مع بعض. اول حاجه بعملها في الارض ايه؟ اناليسيز، اعرف نوع الارض. رقم 2 نعرف الكوانتيتيز بتاعتهم. رقم 3 بستخدم الفيرتلايزز، السيوتبل فيرتلايزز، يعني بستخدم السماد المناسب للارض. طب وبعدين النبات طلع حلو، الشجره طلعت ماتت، انت بتديها الفيرتلايزز المظبوط وعارف كل حاجه، ماتت بسبب ايه؟ تلاقي الورق باظ متاكل. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يقول لك دي بعض الحشرات جت عاشت على النبات ده وموتته. طب الحشرات دي يا دكتور انا عايز اتفاداها، بنعمل ايه؟ انسكتسايد، مبيدات حشريه اهو زي الراجل اللي بيرش ده. يبقى دي رقم كام؟ ها؟ رقم المفروض دي 4 بس هي 4 معوقه شويه، تعالى نمسحها ونخليها 4 نضيفه. ماشي يا دكتور؟ يا دي. يبقى اول حاجه في الاجريكلتشر رتب كده معايا، اناليسيز للسويل، ديترمايند ايه؟ ذا كومبوننت اوف السويل، بنحدد كميه المركبات اللي في السويل. رقم 3 يوزنج الفيرتلايزر اللي هو مين؟ السيوتبل فيرتلايزر، السماد المناسب. رقم 4 واخر واحده بنستخدم السيوتبل انسكتسايد عشان مفيش حشرات تعيش عندي. ماشي؟ فهمت البوينت دي ولا ايه؟ ربنا يستر. ماشي يا باشا. بعد كده يا مستر الكيمستري اند فيوتشر بقى. طب فيما بعد انا ممكن استفيد في الكيمستري في مجالات تانية مختلفه غير اللي انا قلتهم؟ ودي بقى اهم واحده فيهم كلهم. ليه؟ الفيوتشر دايما هو الاهم. تعال اقول لحضرتك من ضمن اهم الساينس اللي انت هتدرسها في حياتك وهتدرسها هنا في اولى ثانوي في الكيمستري حاجه اسمها النانو. نانو ايه؟ نانو كيمستري. في نانو فيزيكس وفي نانو بيولوجي وفي نانو يعني ايه كلمه نانو؟ كلمه نانو دي يعني حاجه صغيره جدا. 10 باور ايه؟ باور 9 1 اوفر طبعا. يبقى معنى كده احنا بنتكلم على الحاجات اللي حجمها صغير جدا جدا جدا، نانومتر. ودي اللي هنتكلم عليها في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، اللي هي محاضره ازاي اعرف استخدم الميجرنج يونت كويس جدا. فمن ضمن الميجرنج يونت اللي انت بتستخدمها حاجه اسمها النانو كيمستري او النانو بصفه عامه. فالنانو دي يعني البارتيكل الصغيره. تعال اقول لحضرتك على حاجه وحاجه عبقريه جدا، فبالله عليك ركز فيها. لو انا عندي مثلا على سبيل المثال لو انا عندي جولد ادي جولد حلو، ايه دي البارتيكل العاديه بتاعته، حجم الطبيعي. كسرته يعني حولته لايه؟ حولته لنانو بارتيكل، حولته للبارتيكل صغيره جدا حجمها بقى قد حجم النانو. فبص بتبقى عامله ازاي؟ حاجه صغنونه كده خالص. ايوه يا مستر ماشي، وبعدين استفدت ايه؟ هقول لك بقى على حاجه عبقريه قوي قوي. البروبرتي بتاعت الجولد اختلفت. يعني ايه؟ يعني الجولد ده كان لونه اصفر، الجولد اللي عندك في البيت لونه ايه؟ لونه اصفر. الجولد بقى لونه ايه؟ لونه بقى احمر.
ازاي ده يعني حصلت ازاي؟ اكتشفنا، العلماء اكتشفوا ان البارتيكل لما تتكسر لحجم صغير التوتال بيهيفير بتاعها تشينجد، بيتغير تماما. ودي هنتكلم عليها بالتفصيل قوي قوي قوي، واليوزز واكزامبل عليها الحصه اللي جايه. حلو. يبقى النانو هو عباره عن ان انا بخلي البارتيكل بدل ما يكون حجمها الطبيعي لا بكسرها لحد ما يكون حجمها قد حجم النانو. اكتشفنا المفاجاه. المفاجاه ايه هي يا مستر؟ ان الجولد اتغير شكلا ومضمونا كمان البيهيفير بتاعه. يعني مثلا على سبيل المثال، هو ليه الجولد غالي؟ انا بسالك انت، ليه الذهب غالي؟ الذهب غالي عشان ما بيعملش رياكشن. الذهب غالي عشان ما بيعملش رياكشن، فبالتالي عمره الافتراضي بيبقى طويل. يعني مثلا هل انت عمرك شفت ذهب بيصدي؟ هتقول لي لا. ما هو الصدى ده كيميكال رياكشن مع الاير، زي الحديد. عندك قطعه حديد، عندك قطعه ذهب. قطعه الحديد سيبها شهر صدت، شكرا. الذهب شوف كده، شوف ماما معاها ذهب ايه، هتلاقي الذهب اللي موجود مع ماما ممكن تكون معاها الدبله متجوزه من 20 سنه، من 30 سنه، ولسه الدبله زي ما هي، مفيش اي حاجه. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان الجولد doesn't react، انما الايرون بيرياكت. يبقى فهمت الفكره؟ عشان كده الذهب غالي، ما بيتفاعلش، فبيفضل محافظ على نفسه فتره زمنيه طويله جدا. اما لو انا ده الذهب العادي، اما لو انا كسرت الذهب لنانو بارتيكل، فالذهب بيتفاعل وبيتفاعل اسرع من الحديد، يبقى اختلفت. طب التفاعلات دي ايه؟ في منها تفاعلات مفيده جدا، زي اهم رياكشن الذهب ممكن يعمله علاج السرطان اللي عمله الدكتور مصطفى السيد، هنتكلم عليه الحصه الجايه. يبقى يعني ايه؟ تعالى كده معايا، يعني ايه كلمه النانو كيمستري؟ which is science that interested in discovering، بص بيقول لك ايه؟ بنكتشف and forming new substance with extraordinary properties. يعني انا كسرت الذهب، اكتشفت ان الذهب الجديد اللي انا طلعته ده عنده اكسترا اورديناري. يعني ايه كلمه اكسترا اورديناري؟ يعني حاجه فوق الخيال، حاجه غير متوقعه من البروبرتي بتاعته. يقدر يعالج لك السرطان، ويقدر مش عارف يعمل ايه، قصه كبيره جدا. فبالتالي كلمه نانو ده الفيوتشر كله، وده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله الحصه الجايه بالتفصيل الممل. من ضمن الاكزامبل هديتك 2 اكزامبل انت تدور برضو تاني، ودول هنزود بقى عليهم ان شاء الله الحصه الجايه. الحاجه الهاي تك بصفه عامه، البروسيسور، المذر بورد، التليفون اللي حضرتك بتستخدم فيه، السبوره اللي انا بشرح عليها دي، الكاميرا اللي انا بتصور بيها، المايك اللي انا كل الحاجات دي مش دي تكنولوجيا؟ مش دي جوه منها حاجات اسمها ماذر بورد؟ الماذر بورد دي مصنوعه من ايه؟ كيميكال سيليكون، بس معمول بطريقه النانو، فبيوصل اسرع. يعني مثلا على سبيل المثال، لو انت معاك ايفون في البيت ومعاك اي تليفون تاني غير الايفون، تلاقي الايفون ما بيهنكش، تلاقي اي تليفون تاني ممكن مع الوقت بيهنج. عارف ليه؟ لان التكنولوجي اللي مستخدمه في البورد بتاعه الايفون مختلفه تماما عن اي تليفون تاني، وبالتالي الايفون بيكون اغلى شويتين 3. الايفون مش غالي عشان الكاميرا، في تليفونات تانية اغلى منه عشان الكاميرا. من ضمن الحاجات اللي بتخلي الايفون غالي هو نوع التكنولوجي المستخدمه في المانيفاكتشر بتاعه المذر بورد والبروسيسور بتاع التليفونات. ونفس الكلام لللابتوب، لو جه عندك ماك او لو عندك لاب اتش بي معفن زي اللي معايا، او معاك اي حاجه تانية، فانت بتبقى بتحس بالفرق. ربنا يعني يوسع عليك وتجيب ماك. ماشي يا بوب؟ ماشي يا بوب. يبقى دي الكيمستري اند مين اند الفيوتشر. شكرا يا عم الحاج، مش عايزين منك تاني. بعد كده نيجي بقى نتكلم. يبقى انا كده فهمتك يعني ايه كيمستري، فهمتك ليه الكيمستري هي السنترال ساينس والبرانشز اللي بتطلع منها. مسكنا كل برانش من الكيمستري وعرفنا استخداماته والاكزامبل عليه، وانت هتقعد تدور تجيب لي اكزامبل غير اللي انا قلتها، كتر خيرك قوي يعني. يبقى دي 3 بوينت اللي انا خدتها. البوينت نمبر 4 بقى الميجرمنت، وده مهمه جدا في اي ساينس مش بس في الكيمستري. فالكلام اللي انا هقوله ده هيبقى كلام جنرال مالوش علاقه بالكيمياء قوي، بس ليه علاقه بالساينس. اي حد ساينتست او اي حد طالب علم بيدرس مواد علميه لازم يكون عنده ميجرمنت. حتى لو المواد انت بتدرس مواد ادبيه زي مثلا التاريخ، فانت عندك وحده القياس للزمن ايه؟ هو الايام والسنين، صح؟ او السنين بصفه عامه. لو انت بتدرس جغرافيا فانت بتقيس طول الجبال
بتقيس مش عارف بعد المناطق، حاجات اللي انا ما بفهمهاش في الجغرافيا دي. دايما الميجرمنت موجود في اي علم، سواء كان علم ادبي او علم من الحاجات العلميه اللي احنا بنشتغل عليها. تعالى اوري حضرتك كده يعني ايه كلمه الميجرمنت ان كيمستري. الميجرمنت ان كيمستري بيقول لك مين هو، عباره عن هي بتتكون من حاجتين، اول حاجه فاليو وتاني حاجه ميجر يونت. طب يعني ايه مستر فاليو؟ ده بيديسكرايب الكوانتيتي، الميجرد كوانتيتي بيقول لك الكميه. طب يعني ايه مستر كلمه الميجر يونت؟ ده بيindicate على السيرتن ستاندرد، ماشي، which ايه which measured quantity is being referred. لا مش فاهم حاجه. هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، فكك من الديفينيشن، انا كده كده مش عايزك تحفظ اي ديفينيشن، تعال افهمك نفهم الكلام. ده ليكويد صح؟ صح. طول حجم الليكويد ده، الفوليوم اوف الليكويد ده قد ايه؟ بصوا 3.5 تقريبا او 3.6 مش مشكله، هنمشيها انا وانت 3.5. هتقول لي ان حجم الليكويد ده عباره عن 3.5 ملي لتر. طيب لو انا جيت قلت لك دي كده الميجرمنت، انا كده بقيس، اتكونت من حاجتين، رقم، والرقم ده اللي احنا بنسميه ايه؟ الفاليو. والام ال دي اللي بنسميها ايه؟ الميجرنج يونت. يبقى اي حاجه في الدنيا باجي اقيسها لازم يكون ليها معلومتين، قيمه ووحده قياس، اللي بنقولها بالعربي يعني الميجرنج يونت. يعني ينفع اقول لك مثلا انا طولي 5 لتر؟ هتقول لي غلط صح؟ انا وزني 10 متر؟ هتقول لي برضو ما ينفعش. يبقى بالتالي الرقم سهل جدا ان انت تقيسه، انما الميجر يونت دي بتعبر عن انت بتقيس مقارنة بمين او نسبة الى مين. فاهم الفكرة؟ كمل كده معايا حضرتك. بيبي صغنون كده عقبال عندكم يعني، وزنه 3.45 ايه؟ قبل ما اقول قول انت 3.45 ايه؟ كيلو جرام صح؟ ما اكيد بوزن بالكيلو جرام يعني، مش هنوصل طفل بالطن يعني. يبقى ده وزنه 3.45 كيلو جرام. ماشي يا دكتور؟ خش على بعد منه، بنوته جميله اهي، عايزين نقيس طولها، وليكن طولها البنات دايما قصيرين فنخليها مثلا ايه؟ متر 90 سم احسن، 90. يبقى هي 90 سنتيمتر، 90 سم، عيله زقرده قد كده. او لو هي مثلا كبرت شويه ودخلت الجامعه فطولت قوي بقى فبقت 110 سنتيمتر صح؟ ال 110 دي ممكن نخليها 1.1 متر صح كده؟ يبقى فهمت الفكره؟ يبقى دايما اي ميجر انا بعمله بيشتغل على ايه؟ فاليو ميجر يونت، فاليو ميجر يونت، فاليو ميجرنج يونت. كلام طيب سهل يعني ولا ايه؟ اوكي. يبقى اهميه الميجرمنت في اي علم كله بيقدر يسهل عليك المعلومات. لما اجي اقول لك ده وزنه 10 كيلو فانت فاهم يعني ايه كلمه 10 كيلو، ده وزنه 5 جرام يبقى انت فاهم يعني ايه كلمه 5 جرام. يبقى الميجر يونت في اي ساينس عموما هو مهم جدا. تعال نشوف اللقطه اللي بعد كده. حضرتك يا دكتور كلمتنا على 4 بوينت، يعني ايه كيمستري، ايه البرانشز اللي بتطلع من الكيمستري، كل برانش واستخداماته وصفاته، الميجرمنت في الكيمستري، كل ده فهمناه حضرتك. النقطة رقم 5 معايا النهاردة اللي هي بتقول لك the importance of الميجرمنت in الكيمستري. حضرتك من شوية قلت لي يعني ايه كلمة ميجرمنت؟ ان انا اقيس، انا هستفيد بايه في الميجرمنت في الكيمياء؟ يعني حضرتك انا عارف هستفيد بالميجرمنت في ايه في الفيزيكس. لما اجي اقول لك عندي عربية بتمشي بسرعة 100 كيلو متر حلو لكل ساعة، فبالتالي هتقول لي العربية دي هتروح من القاهرة لاسكندرية، تقدر تقول لي في زمن قد ايه؟ تقول لي هحسب المسافة ما بين القاهرة واسكندرية واشوف سرعة العربية واقدر اقول لك ان العربية دي هتاخد بتاع 2.5 ساعة. يبقى انت استفدت بالميجرمنت في الفيزيكس صح؟ انك تعرف المسافات، تعرف الازمنة، تعرف اي حاجة.
طب انا بقى هستفيد بالميجرمنت في الكيمياء ليه؟ تعالى ده استفيد، ده انت هتستفيد اهم حاجه وحاجات كتير انت عارفها. تعالى واحده واحده كده مع بعض. لو انا جيت قلت لك عندنا شخص تخين، السمنه المفرطه ربنا يعافينا يعني مضره جدا على فكره، ولازم نخس. لو في اي حد عنده لازم يتابع مع طبيب. حد عنده وزن مفرط ماشي، ينفع ياكل اي حاجه؟ هتقول لي لا يا مستر ما ينفعش، ده في حاجات لازم يوقفها. هقول لك برافو عليك، ما انت اكيد عارف ده، ناس كتير بتعمل رجيم. طب سيبك من ده، واحد مريض سكر ربنا يعافينا، ها ينفع ياكل اي حاجه؟ تقول لي لا، ده ياكل الحاجه ما فيهاش سكر، لازم يقطع سكر، ولازم يقلل من العيش ويقلل من الرز. ليه؟ لان كل دول بيتحولوا لكربوهيدرات، سكريات جوه جسمك، صح؟ مظبوط. واحد مثلا مريض بالحمى بتاعه البحر المتوسط، في مرض اسمه كده حمى البحر المتوسط، ينفع ياكل اي حاجه؟ لا. واحد مش عارف ايه. يبقى معنى كده ان في بعض الحاجات ككيميكالز انت وانت بتتعامل معاها لازم تكون فاهم هي مين وفاهم انت مين عشان تعرف تتعامل معاها تمام ولا لا. فاهم قصدي؟ يبقى الميجرمنت دي مهمه جدا. واحده من اهم الميجرمنت هي للاكل. انا عايز اقيس اكلي عشان احافظ على صحتي. خد بالك اللي بياكل اكل صحي هو اللي في الغالب صحته بتبقى كويسه، مظبوط. واحد من اهم الامبورتنت بتاعت الميجرمنت في الكيمستري جيفنج الانفورميشن، بتديك معلومات عن ايه بقى. بص about the type نوع and the concentration والكميه of the element forming the substance. for example لو جنب حضرتك دلوقتي اي ازازه ميه معدنيه ماشي، ليه انت بتجيبوها من الشوارع دي، او لو انت عندك الديسبنسر هتلاقي في الديسبنسر كده وانت بتحط القاروره في ظهر كده الميه سواء كانت ازازه او القاروره دي في جدول. بالله عليك كده بص على الجدول وتعالى معايا، هتلاقي الجدول اهو. انا جبت لك ميه، دي ميه مشبره. بص يا باشا، مش عارف هيبان ولا لا بس هنتخيل ان هو باين. في جدول هنا بيكون ظاهر لحضرتك، لما تيجي تبص على الجدول ده هتلاقي فيه كالسيوم ومغنيسيوم وصوديوم وبوتاسيوم وبيكربونات حاجات كتيره جدا، صح؟ الحاجات دي كلها هتلاقي في جنب منها ارقام. يعني مثلا على سبيل المثال بيقول لك ان الكالسيوم 18.5، وبيقول لك ان المغنيسيوم 5.2، وبيقول لك ان البوتاسيوم 1.4. والميه دي وخصوصا الميه النوع ده اللي هو الدساني ده هتلاقي مكتوب جنب الميه وانت بتشتريها مكتوب لو صوديوم. تعالى بقى احكي لك ايه قصه الجدول وايه قصه اللو صوديوم دي، ركز معايا قوي. نرجعها مكانها. بص يا باشا اتبليت على الفاضي. بص يا ريس، يبقى هي بتديك انفورميشن، تديك معلومات عن نوع الماده. انا خدت بالي، بص خدت بالي ان ازازه الميه كان مكتوب فيها صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم. انزل تحت انت يا عم، انزل تحت. وكلورين وبايكربونات وسلفيت. وجنب جنب الطيب قال لك كونسنتريشن. يعني مثلا بيقول لك ان مثلا الصوديوم عندي مثلا انا 2 بوتل ازازتين. خد بالك ايه اللي حصل. بص يا بابا بص يا باشا، عندك ازازتين، ازازه ايه وعندك ازازه بي. حلو الكلام ولطيف. الازازه ايه والازازه بي لما جينا نقرا الارقام لقينا هم فيهم نفس الكميات، يبقى انا قدرت احدد الايه يا مستر؟ قدرت احدد التايب. ولقينا ان كل واحد فيه قدام منه مكتوب رقم غير التاني، يبقى انا رقم 2 قدرت احدد الايه؟ الكونسنتريشن. يبقى رقم 1 يا دكتور، رقم 1 حضرتك بتحدد ايه؟ التايب، نوع الماده. رقم 2 حضرتك بتحدد ايه؟ الكونسنتريشن، كميته قد ايه. ماشي. وجي قال لك ان الصوديوم حلو هنا 25، ده في البوتل ايه 25.5، اما هنا 120 ده الصوديوم. البوتاسيوم 2.88، مغنيسيوم 8.740، كالسيوم 1270، صح؟ ارقام مختلفه. فجي بيقول لك ايه هتستفيد ايه؟ تعال اقول لك. لما تيجي انت بقى راجل دلوقتي كيميائي واقول لك افرض ان انت عندك فرد شخص قارن ما بين شخصين. بص كده معايا، انا همسح ده وتعالى كده نقارن مع بعضينا. شخص شرب من الازازه ايه
لتر ونص، وشخص شرب من الازازه بي لتر ونص، يبقى 1.5 لتر من ده. يعني انت عندك فردين، احمد ومحمد. حلو. احمد ومحمد دول، احمد شرب من الازازه الاولى لتر ونص، ومحمد شرب من الازازه الثانيه لتر ونص برضه. بيقول لك انت كراجل كيميائي تقدر تحسب لي كميه الكالسيوم اللي دخلت جوه جسم احمد ومحمد؟ اقول لك اه. تعالى بص كده معايا. اول حاجه هتسلكت عليها هو الرقم بتاع الكالسيوم اللي هو ده يا باشا. حلو الكلام ده. الكالسيوم في الازازه الاولانيه كان 12، يعني لكل قد ايه؟ ملي جرام لكل 1 لتر. يعني كل 1 لتر، كل 1 لتر من الازازه الاولانيه بتدخل جسمك 12 ملي جرام. يبقى هنا ادي 12 ملي جرام. حلو. يبقى ال 1.5 كام؟ هتعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني 12 في 1.5 هتبقى الإجابة 18 ملي جرام. يبقى تقدر تقول لي أحمد دخل جوه جسمه 18 ملي جرام من الكالسيوم. هقول لك ماشي. تعال نشوف محمد اللي شرب من الإزازة بي. قال لك ده كل 1 لتر بيدخل جوه جسمك، بص بقى الرقم المرعب ده، 70. حلو. 70 ايه؟ 70 ملي جرام. هقول لك ماشي. طب لو شرب 1.5 لتر، يعني شرب نفس الكميه اللي شربها احمد بس من ازازه مختلفه، فتضرب ال 70 في 1.5، 70 بلس 35 يبقى 105، صح؟ ملي جرام. يبقى محمد دخل جوه جسمه 105 ملي جرام من الكالسيوم. يبقى مين اللي دخل جسمه كميه اكتر؟ هتقول لي محمد. عرفت الكلام ده انا كله منين؟ من الميجرمنت. الوحدات القياس، الجدول اللي انا عامله ده هو اللي يعرفك التفاصيل دي كلها، وهو اللي بيقدر بقى يحدد بعد كده لما تروح لطبيب وتقول له انا تعبان، يقول لك طب تعالى نعمل اناليسيز، وهنتكلم عليها دلوقتي بعد شويه. يبقى فهمت يبقى انا عندي كام امبورتنت؟ 3 انواع، 3 اهميات للميجرمنت في الكيمياء. اول اهميه، اول واحده giving الانفورميشن اند التايب اوف السبستانس، خلاص وعرفنا استخداماتها. طب تاني امبورتنت، تاني اهميه يا مستر، هي بص بقى the important في الكيمستري، بيقدر نعرف الهيلث، بنقدر نحدد الحاجه والضرر الطبي بتاعها او ازاي احمي جسمي منها. زي الاكزامبل بتاع ازازتين الميه اللي هو احمد ومحمد. فاكر احمد كان دخل جوه جسمه قد ايه ميه؟ احمد دخل جوه جسمه كان كام؟ مش فاكر. 18 جرام، 18 ملي جرام. اما محمد اللي شرب من الازازه بي كان دخل جوه جسمه 105 ملي جرام. في بعض الناس تفتكر تقول لك ده محمد استفاد اكتر من الميه عشان دخل جوه جسمه كميه كالسيوم اعلى. هقول لك غلط. ليه؟ النسب دي لازم يكون ليها رقم، ما ينفعش تزيد، لو زادت بتبقى مضره. هتقول لي ايه ده يا مستر، ده الكالسيوم مفيد للعظم وبتاع والحوارات دي كلها. اقول لك ماشي يا حبيبي بس بليميت. انت هتفضل تحط كالسيوم على طول؟ ماذا بعد؟ هقول لك انا ماذا بعد. شايف الشكل ده؟ ربنا يعافينا ويعافيك. بص ادي شخصين شربوا من ازازتين. بص كده معايا، نفس اكزامبل الازازتين، سيبك من احمد ومحمد دلوقتي، تعالى نرجع لنفس اكزامبل الازازتين. الاكزامبل بيقول لك ايه؟ ازازه A وازازه B، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم، كلورين والسلفيت، ومديك رينج. يعني الصوديوم لازم يكون اصغر من 150، البوتاسيوم اصغر من 12، مش عارف ايه. وجينا اكتشفنا بالارقام ان البوتل بي برضه فيها نسبه اعلى بكتير. ايوه يا مستر استفدت ايه؟ استفدت ان الشخص اللي هو محمد اللي شرب من بوتل بي دخل جوه جسمه سولت اكتر بكتير جدا من المطلوب. ايوه ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ هصوف الكلى.
الحاجات دي يا دكتور بتتكون تتكون ما بتدوبش. فايه اللي بيحصل؟ بتترسب في الكلى. الكلى دي من ضمن اهميتها ان هي بتغسل الجسم. فلما تيجي عامله زي الفلتر، فلما تيجي تغسل الجسم يعدي منها الدم والسوائل وكل حاجه، يعدي كده وتنضفه. طب في كميه سولتس كتيره فبتقف في الفلتر ده بتاع الكلى، تقف تتراكم لحد ما ربنا يعافينا، بتكون اللي احنا بنسميها الحصوه بتاعت الكلى. وفي حصوه للحالب، وفي حصوه لحاجات كتيره للمثانه ومش عارف ايه، ربنا يعافينا يعني. الحصوه دي، وبالمناسبه الكلى دي، الصوره دي انا واخدها من موقع طبي كان بيصنف ان دي من اخطر حالات اللي حصلت، وده بسبب ان هو شربه للميه الغلط، مش عدم شربه للميه اصلا. والراجل ده توفى الله، يعني ده مات. ده بعد ما مات هم خدوا جثته شرحوها عشان يعرفوا السبب هو مات ليه، ففتحوا الكلى بتاعته لقوا المنظر ده. فده كان منظر مرعب جدا. يبقى يا دكتور ايه اهميه ان انا اعرف نسبه الاملاح او السولتس او نسبه اي حاجه في الاكل والشرب اللي انا بستخدمه؟ هيلث بروتكشن. انت بتحفظ نفسك، بتحافظ على صحتك. فهمت الفكره؟ وده كان تاني اهميه عندك في مين؟ في الميجرمنت ان كيمستري. تالت واخر اهميه في الكيمستري، the important of chemistry. بص بيقول لك ايه؟ diagnosis، تحديد، and suggesting، تشخيص، او ان انت suggest، بترشح له suitable therapy of disease. حضرتك دلوقتي بقيت طبيب، جالك حد قال لك انا بشتكي مثلا من ان مثلا بدوخ كتير يا دكتور، ما تشوف لي حاجه للدوخه دي. هقول لك ايه؟ روح اعمل تحليل دم. يجيب لك تحليل دم، يقرا في التحليل اللي هو بقى ميجرمنت في الكيمستري، يقرا التحليل بتاع الدم يقول لك حضرتك محتاج تاخد حديد، عندك انيميا، يبقى نقص هيموجلوبين، يبقى تاخد حديد. يبقى بص، يبقى انا عملت ايه؟ خدت الاناليسز، عملت بيها ميجرمنت، والميجرمنت دي قدرت تخلي الطبيب قادر انه يعرف يشخص ويحدد الدواء. يبقى diagnosis and suggesting the suitable therapy. انا الطبيب يقدر يحدد مرضي، الطبيب يقدر يديني الدواء من خلال مين؟ الارقام اللي مكتوبه عنده. والارقام يعني ايه؟ يعني ميجرمنت، صح؟ فور اكزامبل، تعال نشوف الشخص ده شخص جاب لك تحاليل. تخيل نفسك كده لمده دقيقه انك دكتور، وجالك مريض بيقول لك دي التحاليل بتاعتي يا دكتور، انا عندي ايه؟ خد دقيقه كده فكر. ده مريض جالك ماشي، خبط على العياده قال لك بعد اذنك يا دكتور ده البتاع، ممكن تقول لي يا دكتور انا عندي ايه؟ خد دقيقه كده انت وقول لي. طيب هعتبر ان انت خدت دقيقه، يعني مش هستنى الدقيقه كلها، وانت هتقول لي المريض ده مريض ايه. بيقول لك ده عنده الجلوكوز هو الفاليو بتاعت الاناليسيس 70، يعني طلعت نسبه السكر في جسمه 70، الريفرنس فاليو والرينج بتاعي من 70 ل 110. اقل من 70 يبقى لو، اكتر من 110 يبقى هاي، يبقى مريض بالسكر. اجي ابص كده الاقي الراجل ده جايب 70 within الرينج ولا مش within الرينج؟ within الرينج، يبقى الراجل ده غير مريض بالسكر. دي اول تشخيص ليك، تقول له جدع انت ما عندكش سكر، عيش حياتك يا باشا. تعالى يوريك اسيد، الاملاح اللي في الجسم اللي فاكرين صوره الكلى، هي دي اليوريك اسيد. بيقول لك ده عنده 9.2 في الدم. طب الريفرنس من 3.6 8.3، تصوت انت بقى تقول له ده انت قربت يبقى عندك حصاوه في الكلى، ده انت عندك كميه املاح كتيره جدا في جسمك. تقوم عامل ايه؟ تكتب له الفوار الاصفر اللي هو اليورفين، وتقول له مره، مرتين، 3 مرات في اليوم. يعني مثلا لو جالك شخص عنده 9.2 وجالك شخص عنده 14، ده تكتب له الدواء مثلا. بس طبعا الكلام ده كله يعني للاكزامبل عشان محدش يروح يعمل كده في الحقيقه، احنا بس انا بفهمك الدكتور بيفكر ازاي، انما الارقام دي مش موجوده من عليا. يعني هو لو عنده 9.2 في اليوريك اسيد، تقول له ايه؟ تقول له خد العلاج بتاعك مرتين في اليوم. تكتب له كده على العلاج، تقول له الفوار ده تقدر تاخده مرتين يوميا. اما لو واحد عنده الرقم ده بدل ما طلع 9.2 طلع 14، اكتر ولا اقل؟ اكتر. يبقى هتزود الجرعه ولا تقلل جرعه الدواء؟
مظبوط، هتزود الجرعه، يبقى ده جرعته هتبقى كام؟ ده جرعته هتبقى مثلا 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات. طبعا مفيش 5 مرات، جاست ان كيس، يعني انا بديك اكزامبل عشان بس تفهم، انما ما حدش يروح يعمل الكلام ده بالله عليكم. ها، انت لسه مش دكتوره، ماشي، ان شاء الله ممكن تبقى دكتور، بس انت دلوقتي انت لسه طالب، فما تشخصش الامراض بالله عليك، ماشي؟ عشان احنا بنتفزلك ونقعد نقرا التحاليل الطبيه واحنا اصلا ما بنفهمش حاجه. انا ما بعرفش اقرا تحاليل طبيه، انت هتقرا تحاليل طبيه لمين انت؟ خليك في حالك. ها، يلا يا باشا، وقف ده كله. يبقى ده كده الامبورتنت، ودي كانت تالت واخر امبورتنت للكيمستري. بعد كده يا مستر الميجرمنت تولز ان كيمستري، وده الطف بارت في الحصه واسهل بارت في الحصه، والحصه هتخلص بعديها. افكرك بس الاول انا خدت ايه؟ يعني ايه كيمستري؟ ايه هي البرانشز اللي ليه الكيمستري السنترال اوف ساينس؟ البرانشز اللي بتطلع من الكيمستري واكزامبلز عليهم. اهم الميجر، يعني ايه كلمه ميجرمنت ان كيمستري؟ اهميه الميجرمنت ان كيمستري. كده انا خدت كام بوينت؟ 5 بوينت ولا 4 مش فاكر. البوينت اللي بعد كده بقى مين هي؟ تعالى اوريك. الميجرنج تولز. انا بقى عملت الميجر وعرفت اهميه الميجر وعرفت ازاي بقى الميجر مهم بالنسبه لنا وكل التفاصيل الجميله دي. انا بعمل ميجرنج في الكيمياء بايه؟ عندي 6 أو 7 من التولز. تعالى كده ناخد واحده واحده، تول نمبر 1. اهم تولز لازم تكون موجوده عندك في المعمل جوه الكيمستري لابوراتوري، في المعمل بتاع الكيمياء، هو السنسيتيف بالانس، عشان اقدر اقيس بيه الماس بتاع الحاجات الصغيره. السنسيتيف بالانس ده هو نفس البالانس بتوع تجار الذهب. لما تروح تشتري ذهب، او لو انت والدك بتاع ذهب، هتلاقي عنده سنسيتيف بالانس بيقيس بالجرام وبالملي جرام كمان. هو ده بتاعنا بتاع الكيمياء. انما الميزان اللي موجود في السوق اللي بيوزن عليه اللحمه، الخضار، الحاجات دي مالهاش دعوه بالكلام ده كله. يبقى الديجيتال بالانس واحد من اهم البالانس الموجود عندك. سنسيتيف بالانس بيقول لك منه الديجيتال يعني بيقرا ارقام، ده الموست كومن، ده اللي اشهر واحد بالنسبه لنا، اللي هو بيطلع ارقام كده مش مؤشر يعني. تمام؟ طب استخدامه ايه يا مستر؟ الاستخدام بتاعه هو بيميجر الماس اوف ذا سبستانس اكيوريتلي، والسبستانس هنا الحاجات اللي وزنها اقل من 100 جرام. يعني بوزن ال 1 جرام، ال 2 جرام، ال 3 جرام، الكلام ده. مش بروح اجيب صاحبي واحطه على الميزان، اللي هو صاحبي اللي وزنه 100 كيلو، لا. الحاجات دي يا بابا الحاجات اللطيفه، الكيميكالز البسيطه. بارك الله فيك. طيب، تاني تول البيكرز. البيكرز دي ده شكلها بتبقى مصنوعه، بيقول لك ان البيكرز دي بتبقى مصنوعه من البايركس جلاس، بتبقى مصنوعه من ازاز نوع بايركس. بايركس ده زي اللي عند ماما في المطبخ، اللي الحله الصينيه الازازه اللي بتخش الفرن، عشان يقول لك هيت ريزيستنت، هو مقاوم لدرجه الحراره، عشان اقدر اقلب وادوب عليه الحاجات اللي بتحتاج حراره عشان تدوب. يبقى فهمت انا ليه بصنعه من بايركس جلاس. الاستخدام بتاعه بيقول لك ايه؟ mixing the liquid and solution. طب وايه كمان تاني؟ بيقول لك transferring a knowing volume. هي بتقدر تقيس الفوليوم بس، لان هي جرادويتد بالمناسبه، اديك شايف الارقام اهو. بس بالمناسبه هي جرادويتد وكل حاجه، بس مش بتقيس الوزن، او سوري مش بتقيس الفوليوم بشكل اكيوريت، مش بشكل دقيق قوي، فما بنعتمدش عليها قوي في حته قياس الفوليوم، انما بنعتمد عليها في ميكسنج الفوليوم، ميكسنج الليكويد يعني. ده كان تاني تول. تالت تول موجوده مع حضرتك هي الجراديويتد سلندر. الجراديويتد سلندر ده الشكل بتاعها، في منها مصنوع من بلاستيك وفي منها مصنوع من جلاس، بس في الاغلب هي بتبقى مصنوعه من بلاستيك علشان ما تتكسرش، لان هي بتبقى طويله، فوزنها او ان هي تقف براحتها، ممكن تخبطها كده تعملها كده، عكس الحاجات الصغيره دي وزنها دي طولها طويل، فممكن تقع بتاع مش عارف ايه. فاتفقنا، او اغلب المصانع اتفقت ان هي تصنعها من بلاستيك. طيب، ايه الميجر، ايه اليوزز بتاعتها؟ اليوزز بتاعتها بتميجر الفوليوم accurately more than الفلاسكس. يعني شاف البيكر دي وشاف الفلاسكس دي، التلاتة دول بيكر، جراديويتد سلندر، كونيكال فلاسك، كلهم بيقيسوا الفوليوم. افضل فوليوم اوف ليكويد طبعا، افضل حد يقيس الفوليوم اوف ليكويد هو ده، اكيوريت جدا. طيب، قيست الفوليوم بتاع الليكويد بس كده؟ لا، ده كمان بتقدر تقيس الفوليوم بتاع السوليد شيب. يعني ايه تقدر تقيس الفوليوم بتاع السوليد شيب؟ لحظه واحده.
بص يا باشا، ده شاحن حلو، حجمه مش منتظم، مظبوط. عايز اعمل ايه؟ عايز اقيس حجمه، عايز اقيس الفوليوم بتاعه. طب اعمل ايه؟ بقوم رايح جايب ازازه الميه دي، تخيل ان ده جراديويتد سلندر، فبيكون المارك متعلم هنا صح؟ اقيس الفوليوم قبل وبعدين اقوم موقعها. ايه اللي يحصل في الليفل اوف الووتر؟ ها؟ برافو عليك، هيزيد. اشوف هو زاد بوصل لحد كام، هو ماينس الاثنين دول من بعض، فاقول لك فوليوم ده هو الفرق ما بين الاثنين. ازاي يا مستر؟ تعالى اقول لك. اهو بص حضرتك، عندك ايه؟ عندك كوره حجمها قد ايه؟ الله اعلم. جيت قست ده عند كام؟ ده عند 500 ملي لتر، قمت مسقط الكوره طلع عند كام؟ 800 ملي لتر. يبقى ده V1 وده V2. يبقى اقول له الفي بتاعت البول الكوره مالها؟ ها؟ V2 ماينس V1. يبقى هتقول لي 800 ماينس ال 500 هتساوي طبعا 300. اهي قال لك 300. فهمت الفكره؟ يبقى ده واحد من اهم الاستخدامات. نرجع الشاحن بس. طيب يا مستر وماشي، شكرا. تاني استخدامات determine the volume of السوليد اللي بيكون عندها unknown shape، وكمان هي doesn't dissolve in water، لان لازم يكون الحاجه اللي انا بقيسها دي ما بتدوبش في الميه، لان هي لو دخلت دابت في الميه شكرا باظت. هقيس الفوليوم بتاعها ازاي؟ طيب بعد كده الفلاسك، كونيكال فلاسك كلها مصنوعه من البايركس جلاس، ما فيهاش نقاش. ليها منها 3 انواع. النوع الاولاني بنسميه كونيكال فلاسك، وده بيكون عنده فلات بيز، يعني القاعده الاساسيه اللي هو بيقف عليها ثابته، فبيقدر يقف حر. وقوف حر، وقوف حر يعني ايه؟ يقف من غير ما تسنده بحاجه. بيستخدمه في التايتريشن، هنتكلم على التايتريشن بعد شويه. يبقى ده اول واحد. تاني واحد الراوند بوتم فلاسك بس الوقفه بتاعته يعني مش متزنه، عامله زي الببرونه بتاعت البيبيهات اللي هي بتبقى الفلات بتاعتها بتبقى راوند بوتم عشان ما تقعش على الارض. كل ما العيل يوقعها تقف وترجع تقوم واقفه تاني لوحدها. الراوند بوتم فلاسك دي بيبقى عنده راوند بيز، يعني القاعده بتاعته بتبقى ملفوفه كده حوالين نفسها، وده بستخدمه في الكيميكال بريبريشن في بروسيس مهمه جدا اسمها الديستليشن. يبقى ده بستخدمه في حاجه اسمها تايتريشن، ده بستخدمه في حاجه اسمها ديستليشن. تمام؟ يعني ايه تايتريشن؟ يعني ايه ديستليشن؟ هو انت مش عليك تدرسهم دلوقتي، تاخدهم في ثالثه ثانوي ان شاء الله لو دخلت علمي. اخر نوع من انواع الفلاسك هو بيبقى عباره عن ايه؟ هو بيبقى عباره عن فلاسك متعلم من فوق، بيكون عنده المارك بتاعته، ديترماين المارك بتاعته عشان بعرف الكاباسيتي. هو مش جراديويتد، لا هو متعلم مارك واحده، يعني يقول لك وصلني لحد هنا يبقى انت كده 50 مللي، طب اقل لا ما اعرفش. يبقى فاهم حاجه؟ يبقى في فرق ما بين الجراديويتد اللي هو بيبقى عامل ازاي حضرتك؟ بيبقى عامل كده، ده محطوط لاكتر من مره، فاهم قصدي؟ تملى لحد هنا يقول لك ده كده 100، تملى لحد هنا يقول لك ده 200 وهكذا. انما في نوع تاني من الحاجات الجراديويتد بتبقى عامله ازاي؟ هو علامه واحده بس، يعني بيجبرك يقول لك املى لحد هنا وده كده يبقى اسمه ايه؟ 100. فهمت حاجه؟ يبقى في فرق ما بين الجراديويتد كله والجراديويتد علامه واحده. ده من ضمن الحاجات اللي بتبقى متعلمه علامه واحده. بستخدمه في ايه يا دكتور؟ طبعا بستخدمه في تحضير السوليوشن، واللي بيكون اقدر اعرف الكونسنتريشن بتاعه، يعني بيبقى اهميته ان انا اقدر احسب الكونسنتريشن بتاع السبستنس. ماشي يا مستر. التول اللي بعد كده البيوريت، والبيوريت دي بتاعت التايتريشن بروسيس. هي دي البيوريت اللي هي دي كلها، دي بتبقى عباره عن كلاس طويله جدا، حلو، مفتوحه من فوق ومفتوحه من تحت، بس الفتحه اللي من تحت بيكون فيها تاب حنفيه. ليه؟ عشان انا بتحكم في السوليوشن ده انه ينزل نقطه نقطه، فبالتالي دي بتقيس الفوليوم فيري اكيوريت جدا، بتقيس لك الفوليوم بالسحتوت بالنقطه، تقدر تقيس لك الفوليوم. يبقى بيقول لك هي لونج جلاس تيوب with two opening، فتحتين، واحده من فوق ودي بيكون عندها الزيرو مارك بادئ من هنا زي ما مكتوب لك هنا، ومن تحت ال100. يعني ايه مثلا يا دكتور؟
تعال اقول لحضرتك ادي الرسمه بتاعتها، ادي دي الحنفيه. حلو الكلام يا مستر؟ حلو الكلام. وادي الليكويد جوه منها. طب ماشي. طبعا ده هنا ابتداء من الزيرو، ده هنا ابتداء من الزيرو. الليكويد اللي هو الميه او اي حاجه جوه منها بتكون معموله كده. حلو. طيب لحد اخر ماركه عند حضرتك دي بتبقى ماركه كام؟ ال 100. يبقى انا بادئ بالزيرو من فوق وال100 من تحت. 0 ملي لتر 100 ملي لتر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. قمت فاتح الحنفيه دي نقطه نقطه، بص كده زي ما معمول هنا في الرسم، نقطه نقطه بتنزل لحد ما الرياكشن اللي بيحصل في البيكر اللي تحت ده يتم. اول ما الرياكشن ده يتم اقوم قافل الحنفيه. بيتم ازاي؟ ان اللون الليكويد اللي جوه بيتغير، لون الليكويد اللي تحت ده هنا بيتغير. اول ما اللون اللي تحت ده بيتغير اقوم قافل الحنفيه، اشوف قد ايه فوليوم نزل، صح؟ عشان يحول اللون ده او عشان يتم الرياكشن ده. فجينا فاكتشفنا ان اللون او الفوليوم اللي احنا احتاجناه قل شويتين ثلاثه كده. حلو. وصل لحد هنا. طب ده قد ايه؟ 20. يبقى الفوليوم اللي انا احتاجته في الرياكشن 20 مللي لتر، اماينس ده من ده. فهمت الحته؟ ادي دي اسمها بقى التيتريشن بروسيس اللي كنا بنستخدم فيها الكونيكال فلاسك اللي هو كان هنا. يبقى الكونيكال فلاسك ده بيستخدم مع البيوريد في التيتريشن بروسيس. دي اسمها التيتريشن بروسيس. تمام؟ بارك الله فيك. التول اللي بعد كده حاجه احنا بنسميها البايبت. ايه بقى البايبت دي؟ عارف البيبيهات الصغيرين بيجي ياخد دواء زي الفي دروب اللي هو الدواء بتاع فيتامين دي بتاع العظم، بياخده بالقطاره كده. ماما تقوم عامله ايه؟ تدي له، يقول لك ادي له 3 4 نقط من الفي دروب. او لو حد مثلا عنده ضغط واطي ففي نقط بتزود الضغط، فيجي واخد نقطتين كده على الريق الصبح. ايه النقط دي؟ الماده الجهاز نفسه اللي احنا بننقط بيه ده احنا بنسميها في الكيمستري البايبت. فالبايبت بتكون فيها بص انتفاخ كده فوق، بتكون ايه؟ قابل ان انت تضغطه، او ان بيبقى مفتوح من الناحيتين يعني مثلا تقوم عامل ايه؟ تقوم حاطط كده في الليكويد، تقوم شوف. طبعا انت ما تشوفش ببقك يعني. في اي حد خريج كليه علوم وعمل الحركه القذره دي فكك منه. احنا المفروض دلوقتي يعني الناس المتحضره يعني بيبقى معاهم جهاز بيسحبوا بيه. انا على ايامي ما كانش فيه الجهاز ده، فكنا بنسحب ببقنا عادي. فكك يعني، بتسحب وتنقط. دلوقتي بقى في حاجه الطف كتير جدا، دي بتبقى معروف الكباسيتي بتاعتها. حلو. ولكن مثلا بتبقى 5 مللي 1 مللي اي حاجه، تقوم ضاغط هنا تحط وتسيب، فتقوم الشفطه لوحدها. انت بتضغط بتخرج الهواء، فالمكان ده بقى فاضي مفيش هواء. تحط تسيب، لما تيجي تشفط الهواء ما تلاقيش هواء فترجعه ليكويد، وتقعد بقى تنقط. ادي البايبت اللي موجوده عندك. طيب يا مستر، طبعا اهميتها ايه؟ اهميتها ان هي بتميجر اند ترانسفير سيرتن فوليوم صغير مش كبير يعني. بعد كده اخر تول موجوده عندك ودي اهم تول، اللي هي بتقدر، اللي هي بنسميها ايه بقى؟ بيقول لك اليوزز بتاعتها هي بنستخدمها في تحديد البي اتش فاليو اوف سوليوشن اند الاسيديتي اوف سبستانس. يعني انا مثلا عندي سبستانس، عندي حموضه، ينفع اروح اشرب عصير ليمون؟ لا. ليه؟ لان الليمون، عصير الليمون ده اسيد، وعصير الليمون ده اسيد فهيزود الاسيديتي بتاعت جسمي، وانا اصلا عندي حموضه اصلا يعني اسيديتي، فاقوم شارب تبوظ الدنيا. مثلا عندي حموضه، ينفع اشرب نسكافيه بلبن؟ غلط. ينفع اشرب قهوه بلبن؟ غلط. ايه اللي عرفني كل الكلام ده؟ اللي عرفني كل الكلام ده ان انت بتقدر تعرف نوع السبستنس اللي قدامك، اسيد ولا بيز ولا نيوترال. طب بعرفه منين؟ بنعرفه من جهازين. الجهاز الاولاني وده الحديث اسمه البي اتش ميتر. ده شايف بتاع الخضره دي؟ بتحطها في قلب الليكويد. يعني انت مثلا، معلش ازازه الميه دي تعبت معانا النهارده، بتجيب حضرتك بتعمل ايه؟ بتجيب البتاع الخضره دي اهي، دي البتاع الخضره، تحط لحد ما الجهاز يصفر تيت تيت زي الثرمومتر بتاع الليزر ده. اول ما يصفر يقوم مطلع لك رقم، لو الرقم ده تحت ال7
يبقى اسيد، لو مور ذان 7 يبقى بيز، لو 7 يبقى نيوترال. يبقى بنقول الرقم اللي بيطلع من هنا لو less than 7 يبقى اسيد، لو more than 7 يبقى بيز، لو 7 يبقى نيوترال. صح الكلام؟ صح الكلام. قبل ما نخترع الجهاز ده كان في حاجه اسمها الانديكيتورز. الانديكيتور دي بتبقى عباره عن ورقه بيضه، شايفها اهي، ورقه بيضه عاديه خالص، بتاخدها وتقوم حاطط عليها نقطه من البتاع ده، من الليكويد اللي انت عايز تختبره، وتستنى دقيقه تشوف هتديك انه لون من ده، وتقدر تحدد الاسيديتي بناء على السكيل دي. مظبوط. ودي اللي بيستخدموها اكتر الناس اللي بتربي سمك. لو انت من الناس اللي بتربي سمك او تعرف حد بيربي سمك، دايما بيكون عنده الجهاز ده عشان يقول لك انا لازم احافظ على الملوحه بتاعه الميه بتاعه السمك عشان السمك ما يموتش مني. تمام. يبقى اخر تول موجوده عندك هي اسمها البي اتش، سواء كان بي اتش ميتر او انديكيتور، والاثنين هدفهم واحد، بيعرفك التايب اوف السبستنس الموجود منك، سواء انه يطلع لك رقم دايركت دي تكون اكيوريت اكتر، او ان هو يطلع لك لون وادي التدرج بتاع الالوان اللي موجود عندك. وبكده نكون خلصنا الحصه الاولى من سنه اولى ثانوي. اشوفك المره الجايه على خير. الهوم ورك مفيش مذاكره بدون حل. بس اشوفكم المره الجايه على خير. ولو في اي حاجه وقفت معاك عايز تبعت لي اي حاجه ليها علاقه بالابحاث اللي انا قلت لك عليها، ابعتها لي على الواتساب اللي هو احنا سايبين لك الرقم. اشوفكم المره الجايه على خير. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.